فاجعة كبيرة تنتظر العالم حسب توقعات العالم الهولندي والمغرب من بينها مع الأسف الشديد، وتسونامي خطير سيضرب في الأيام القليلة القادمة. وردتنا قبل لحظات هذه الأخبار العاجلة الصادمة، إليكم تفاصيلها. بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب خلال الأيام القليلة، عاد اليوم الأربعاء العالم الهولندي الشهير ليثير الجدل ويزعزع الرأي العام من جديد، وماشي غير المغاربة وإنما العالم كله كيترقب اشنو غادي يقول هذا العالم الهولندي. وفي تفاصيل هذه الاخبار، قبل قليل وردتنا لصفحتنا هذه على الفيسبوك اخبار مغوك عاجله من مصادرها الصحفيه انه اثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس الكثير من الجدل خلال الايام الماضيه، خاصة بعد أن تبين أنه قد تنبأ بالفعل بوقوع زلزال كبير قبل أيام من زلزال المغرب الذي تسبب بمقتل وإصابة الآلاف والآلاف. وحسب موقع الصحافة، قبل قليل ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات جبال الأطلس الكبير في المغرب فجر السبت الماضي، وحصد أرواح نحو تقريبا 3000 شخص، وتسبب في إصابة وتشريد الآلاف من المغاربة، وهو الزلزال الأكثر فداحة والأكثر فتكا من حيث عدد القتلى في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا المغرب منذ 1960 عاما، والأقوى منذ أكثر من قرن. وقبلها بأيام قليلة غرد العالم الهولندي المثير للجدل على حسابه في اكس تويتر سابقا متنبئا بهزة قوية ما بين 5 إلى 7 سبتمبر، وهو ما وقع بالمغرب فجر 9 من سبتمبر. وجدد هذا العالم المثير للجدل ما تحدث عنه اليوم الأربعاء من خلال نشاطه الدورية التي نشرها عبر حسابه أو حساب الهيئة الجيولوجية، متنبئا بهزات أرضية مستقبلية. وقال هوجربيس إنه قد تحدث بعض التجمعات من زلازل قوية في الفترة ما بين 15 إلى 17 سبتمبر تقريبا، إلا أنه أشار إلى الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، حيث من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات. وقال هوجربيس من المحتمل ألا يمر وقت طويل حتى يحدث زلزال أكبر إذا كنت بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو حتى المغرب. عليك أن تكون على بينة من الخطر الذي يكمن على الساحل، فقد أن يكون هناك نشاط زلزالي كبير حقا، وإذا حدث ذلك فسوف ينتج عنه تسونامي، ويجب أن تكون على دراية بذلك. وأضاف علينا أن ننظر إلى مواقع الكواكب والقمر لتفسير هذا النشاط. إنها ظاهرة معروفة في علم الزلازل، إنه غالبا ما يكون هناك تجمع لزلازل أقوى، ثم لدينا عدة أيام وربما حتى أسبوع دون وقوع زلزال واحد أكبر. لقد حذرت في السابق من هذا الاحتمال لنشاط زلزالي قوي وكبير في أعقاب هندسة الكواكب الحرجة يومي 4 و6 سبتمبر، ولا ينبغي الاستهانة بها. كانت هذه التصريحات خاصة لهوجربيس، لكن نيابة عن كل المغاربة أقول لكم لا تخافوا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فنحن المغاربة لا نخشى إلا الله، والعلم لله. هي فقط تنبؤات، هي فقط أفكار، هي فقط يعني يتنبأ هذا العالم الهولندي بما ممكن أو بما سيمكن أن يقع في الأيام القليلة القادمة، لكن العلم كله لله. فكانت هذه آخر الأخبار التي وردتنا بخصوص هذا الأمر.